الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الثاني من الدورة التمهيدية بتاعتنا عن مادة الهيستولوجي. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن نصايح للمذاكرة، انت ازاي تذاكر صح وازاي تتعامل كويس مع المواد اللي عندك في الكلية. طبعا انا عارف ان انتوا ناس شاطرين وكويسين، ولكن كمية المعلومات اللي انت هتتعامل معاها في الكلية مختلفة شوية وكمية كبيرة، انت لازم تنظمها وتدخلها جوه دماغك بشكل سيستماتيك او بشكل متنظم كويس. لان المعلومه لما بتدخل جوه دماغك مرتبه انت بتعرف تستدعيها كويس. يعني ايه؟ تعال نعمل مثال كده. انا دلوقتي لو قلت لك الخليه تتكون من نواه وسيتوبلازم، والسيتوبلازم يتكون من ده كلام انت مش هتفتكره بعدها ب5 ثواني. ليه؟ لان الكلام يعني داخل لك بشكل عشوائي، انا عمال بتكلم وخلاص. لكن مثلا لو وانا بكلمك كده قعدت اقول لك ايه؟ الخليه فيها جزئين، واكدت على ان الخليه فيها جزئين، في جزء اسمه سيتوبلازم وفي جزء اسمه نواه او نيوكليوس. يبقى الخليه فيها ايه؟ حاجتين. شوف هتلاقي نفسك خلاص دماغك اتسيستم على ان الخليه هي فيها حاجتين، غير لما اقول لك الخليه تتكون من كذا وكذا. مش هينفع كده، لازم المعلومات دايما، لان المعلومات كبيره فلازم تدخل دماغك بشكل متسيستم. انا ان شاء الله في الفيديو ده هعلمك ازاي تذاكر صح علشان تطلع من الاوائل، ودي الطريقه بتاعتي انا شخصيا اللي انا بستخدمها في الشرح اصلا عندنا. طيب بصوا يا اولاد، دايما اول حاجه هتلاقيني بعملها لما اجي اشرح اي درس لازم بعمل لك حاجه اسمها مايند ماب. مايند ماب يعني خريطه ذهنيه. خريطه ذهنيه يعني ايه؟ ما بسيبكش كده، ما اقولكش احنا هنشرح الخليه يلا بينا نشرح الخليه، مفيش حاجه اسمها كده. ببدا الاول اقول لك مثلا احنا هنتكلم عن الخليه، والله الخليه دي هناخد فيها حاجتين، اللي هو حاجه اسمها سيتوبلازم مثلا وحاجه اسمها نيوكليوس. وبعدين هدخل بقى على السيتوبلازم اقول لك ان هو هيبقى فيه 4 حاجات، واقول لك مين هم ال4 حاجات. وبعدين ادخل على النواه مثلا واقول لك برضو هيبقى فيها 4 حاجات. ولاحظ على فكره ان انا دايما بحاول ان المايند ماب تبقى فيها حاجه كده، او فيها حاجه تخليك تعرف تحفظها بسهوله، زي مثلا ان دايما الارقام بخليها موحده. يعني مثلا الخليه فيها حاجتين، السيتوبلازم فيه 4 حاجات، النيوكليوس هي كمان هتلاقي دايما فيها 4 حاجات، لو هما 3 هتلاقي الناحيه الثانيه 3. انا دايما بحاول اعمل لك ان المايند ماب تبقى سهله معاك بحيث تعرف تحفظها. فدايما اول حاجه لما تيجي تذاكر حاجه لازم انت تعمل لها في الاول مايند ماب، يعني خريطه ذهنيه، تبقى عارف الشابتر كله بيتكلم عن ايه، يعني الشابتر كله على بعضه ايه اللي فيه، بحيث تبقى ماشي جوه الشابتر عارف انت بتعمل ايه بالظبط. دي حاجه بتسهل عليك كويس جدا اللي انت بتدرسه. يبقى اذا اول فكره لازم تعملها في المذاكره، اول حاجه اللي هي المايند ماب او الخريطه الذهنيه، ان انت تبقى عارف الشابتر كله ايه الحاجات او ايه الاجزاء اللي موجوده جواه. تاني حاجه في حاجه اسمها سكيم. يعني ايه سكيم يا ولاد؟ سكيم هي الخطه بتاعه الدراسه جوه الشابتر اللي انت بتذاكره. ازاي يعني مثلا تعالى ناخد مثال كده. مثلا احنا خلاص بندرس شابتر اسمه سيل مثلا، اللي هو الخليه. الشابتر ده مثلا جواه 10 دروس، يعني هنتكلم عن 10 حاجات مثلا جوه الخليه. ميتوكوندريا، مش عارف جولجي، شويه حاجات كده موجوده جوه الخليه احنا هنتكلم عليها. لازم كل درس يبقى ماشي بنفس النسق. يعني ايه؟ مثلا احنا لو هنتكلم عن الميتوكوندريا هنغطي مثلا 5 عناوين. هقول لك لازم نعمل تعريف، لازم نبص عليها تحت الميكروسكوب الضوئي، لازم نبص عليها تحت الميكروسكوب الالكتروني، لازم نعرف ايه الوظائف بتاعتها، لازم نعرف ايه الامراض اللي ممكن تحدث لو حصل خلل في الميتوكوندريا مثلا. طب نيجي ندرس الدرس اللي بعده، لازم برضو تكون نفس العناصر عشان انت ما تتلخبطش، يبقى دماغك متسيستمه او معمول سكيم معينه. يعني مثلا نيجي ندرس بعد الميتوكوندريا حاجه اسمها الشبكه الاندوبلازميه، هتدرس ايه في الشبكه الاندوبلازميه؟ نفس العناصر اللي هي السكيمه الثابته، ان احنا هندرس تعريف بتاعها، وبعدين نبص عليها في الميكروسكوب الضوئي، وبعدين نبص عليها في الميكروسكوب الالكتروني، وبعدين نعرف الوظائف بتاعتها، وبعدين نعرف ايه الامراض المتعلقه بيها. دايما طبعا الكلام ده ان شاء الله انا هوري لك اكزامبل عليه او مثال. احنا هنبدا ان شاء الله في المنهج في مجموعه الفيديوهات دي كده، انا هبدا لك شويه في المنهج بحيث ان انت تفهم الطريقه دي تطبقها معايا عملي. بس لازم تبقى عارف ان اي شابتر لازم تدخله اول حاجه بنعمله زي ما اتفقنا حاجه اسمها مايند ماب، خريطه ذهنيه عشان تبقى ماشي كويس. الحاجه الثانيه لازم الدروس اللي جوه الشابتر تبقى موحده النظام، يبقى كل درس عنده نقاط معينه احنا بنتكلم فيها علشان انت ما تتلخبطش خالص. طيب بعد كده موضوع الجداول. يفضل مثلا يا اولاد لما بيكون اي حاجه، حتى انت هتلاحظ كده في المذكرات بتاعتنا، طبعا ان شاء الله برضو في الفيديوهات هوضح لك تذاكر منين وتعمل كل حاجه، هقول لك بالظبط ايه. لما بيكون يا اولاد في حاجه مثلا في منها نوعين مثلا، يعني مثلا الشبكه الاندوبلازميه دي في منها نوعين، في نوع اسمه ار اي ار او اس اي ار اللي هو الشبكه الاندوبلازميه بالعربي كده الخشنه والناعمه.
طيب الاثنين دول هم عكس بعض، فيفضل لما يكون حاجه عكس بعض او فيهم نقاط كتير متضاده ان انت تحفظهم على هيئه جدول، يعني تعملهم جدول بحيث يبقى الموضوع سهل، كانك ضربت اتنين مره واحده، مثلا دي لونها ازرق والثانيه لونها احمر، دي عليها مش عارف كذا كده. يبقى اذا يفضل دايما ان انت تحاول توصل ان لو في حاجتين بدل ما تحفظهم ورا بعض لا تعملهم احسن في جدول. الحاجه الثالثه حاجه اسمها اسطمب. اسطمب يا اولاد كلمه اسطمبات معناها حاجات ثابته في المنهج، ودي ان شاء الله هتلاحظها في الشرح بتاعنا ان ايه، ان انا بحاول اريحك. ازاي؟ مثلا عندنا خلايا كتير في جسم الانسان بتصنع بروتين، الخلايا اللي بتصنع بروتين كلها في جسم الانسان مشتركين في صفات معينه. فانا مثلا في الاول بقول لك ايه، لاحظ ان اي خليه في جسم الانسان لما اقول لك انها بتصنع بروتين يبقى فيها صفات 1 2 3 4. فنيجي في الشابتر اللي بعده اقول لك الخليه دي بتصنع بروتين، قول لي لو سمحت يا دكتور ما تكملش، انا عارفها دي حاجه اسطمب يعني حاجه ثابته يبقى فيها مواصفات معينه. يبقى اذا انت عشان تريح دماغك دايما المنهج بيبقى فيه مواصفات معينه في كل نوع من الخلايا لازم تبقى حافظه كويس، والحاجات دي طبعا انا هقولها لكم وبنزلها لكم، الاستنباط اللي موجوده عندنا في الهيستولوجي. نراجع تاني بسرعه، انا بحاول طبعا ما اطولش عليك لان احنا كل حاجه بتتضح اكتر بالتطبيق العملي، لما اجي اشرح لك ان شاء الله تفهم معنى كل اللي انا بقوله، بس لازم تبقى انت فاهم ايه السيستم اللي انا ماشي بيه علشان تقدر انت كمان تطبقه حتى في كل المواد. ده مش بكلمك على الهيستولوجي، انا بكلمك على دلوقتي انا دماغي فيها ايه، او انا بشرح ازاي او ازاي بحفظ المعلومات كويس علشان انت تطبق نفس الافكار في كل المواد. اول حاجه المايند ماب، تاني حاجه لازم تبقى الدروس كلها متنظمه بشكل معين، تحاول بقدر ما يمكن تهتم ان يبقى في جداول كتير عشان بتسهل عليك الحفظ. في حاجه اسمها استنباط، الاستنباط هي عباره عن حاجات ثابته بتتكرر في المنهج كتير لازم تبقى مجمعها كويس وعارفها. تعال بقى على سبيسيفيكس. السبيسيفيكس دي مهمه جدا. يعني ايه سبيسيفيكس؟ يعني اشياء خاصه في كل درس. يعني ايه؟ دايما يا اولاد بيكون احنا علشان الدكاتره والحاجه العمليه احنا عارفينها كويس، فدايما بيكون كل خليه او كل درس بيبقى فيه حاجه مميزه قوي بتفرق ما بينه وما بين غيره. يعني مثلا يقول لك الخليه دي والخليه دي متشابهين في كل حاجه، بس في نقطه معينه النقطه دي حاجه سبيسيفيك في الخليه دي ومش مهمه في الخليه الثانيه، او هي اللي بتوضح لنا الفرق ما بين الخليتين. فدايما في كل درس هتلاقي الدكتور وهو بيشرح يقول لك اهم حاجه في الدرس ده هو النقطه دي، اهم حاجه في المرض ده هو العرض ده، اهم حاجه في العلاج هو العلاج ده. فدايما بيكون في كل درس حاجه اسمها سبيسيفيكس يعني اشياء خاصه لا تتكرر. فدايما في الامتحان بيركزوا اكتر حاجه على الحاجات السبيسيفيك وليس الحاجات المتكرره. يعني مثلا لو انا عندي في المنهج خليتين بيصنعوا بروتين، واحده بتصنع بروتين واحده بتصنع بروتين، انت عارف دلوقتي ان طالما الخلايا بتصنع بروتين بيبقوا متشابهين بس مش بنسبه 100%، بتلاقي مثلا دي فيها ميزه عن دي. فانت اهم حاجه في الامتحان هو مش نقاط التشابه قد نقاط الفرق ما بينهم اللي هي الحاجات السبيسيفيكس. فدايما في كل درس وانا بشرح بعد ما اخلص اقول لك خلي بالك النقطه دي حاجه سبيسيفيك في الدرس ده، والنقطه دي سبيسيفيك يعني حاجه لن تتكرر في حاجه تانية خالص غيرها، علشان كده بتبقى حاجه مميزه في الدرس ده. فبيسالوا عليها كتير جدا الحاجات اللي هي السبيسيفيك. تمام؟ ده كده بالنسبه لي ان انت ازاي تذاكر صح. يعني ملخص الموضوع ان انت تحاول بقدر ما يمكن ان انت تذاكر الحاجات بشكل منظم، عشان العشوائيه بتودي في داهيه.